تخيل لو كل كلمة بتقولها ليها وزن فعلي في دماغ اللي قدامك. تعالوا بقى نغير الدفة شوية. ايه المتعة في انك تضحك على حد؟ يعني هو في هرمون اسمه الادرينالين التنمري بيطلع وانا معرفش، يعني بجد بتغير كيمياء مخه خالص. ده مش هزار، دي حقيقة علمية. في دراسات بتقول ان الكلمات السلبية بتنشط نفس مناطق الألم اللي في المخ. يعني لما تقول لحد انك فاشل او ودانك كبيرة، مخه بيتعامل معاها كأنك ضربته فعليا. الكلمة ممكن توجع اكتر من الخبط، بس الفرق ان الوجع نفسي ما بيتشافش بالاشعه. يعني خليني احكي لك عن بنت من امريكا اسمها ميجان تايلور ماير. كانت بنت مراهقه لطيفه بتحب تتصور تنشر صور بسيطه على السوشيال ميديا، لكن الدنيا اتقلبت لما بدات تعليقات التنمر تنهال عليها، تريقه وكلام جارح وشتايم. ولما افتكرت انها لقت حد بيحبها ويفهمها، طلعت الصدمه من اقرب مكان ممكن تتخيله. بنت جارتها عملت اكونت فيك باسم جوش وبدات تكلمها كانها ولد مهتم بيها. الكلام اللطيف قلب لهجوم، والهجوم قلب لنهايه مأساويه. اخر رساله جات لها تعرفوا كانت ايه؟ اكيد مش هتعرفوا انا اللي عارف، بس العالم كان هيبقى احسن من غيرك. وفي يوم 17 اكتوبر سنه 2006 ميجان انهت حياتها. القصه دي هزت امريكا كلها، واتعمل بعدها قانون اسمه ميجانز لو مخصوص ضد التنمر الالكتروني. لكن دي كمان قصه مش بعيده عننا، ده حصل هنا في مصر باسم مختلف لكن الوجع واحد. شاب اسمه شريف نصار، شاب كان طيب وبيقدم فيديوهات على التيك توك، كلام شعر وتحفيز ودراما. كان بيحاول يفرح الناس بس على طريقته، لكن بدل ما الناس تشجعه انهالت عليه موجة تنمر وسخريه. كل فيديو بينزل قبله سيل من التعليقات الجارحه. شريف حاول يتجاهل وحاول يكمل، بس الضغط النفسي كان اكبر من طاقته. وفي يوم 25 ابريل سنه 2025 اتوفى بشكل مفاجئ بعد فتره من التنمر الشديد. وساعتها الانترنت كله اتقلب ندم. ناس كتير قالت كنا بنهزر، ما كناش نقصد. بس الهزار لما يكسر قلب ما يبقاش هزار. ليه الناس بتتنمر اصلا؟ ايه اللي بيخلي حد يستمتع باهانه غيره؟